زيادة من المنوم أو شيء، ما بعرف. أنا هون صحيت على حالي يا جماعة، وجت شرطة وسينوجين والدكتور يقول شو عاملين لها وما شو عاملين لها. يعني أنا اللي كنت عم بخاف منه وبدي خبيه انكشف كل شيء. حدا بيقدر يتخيل شو يلي صار؟ انحبست فترة أنا وهذا الشخص، لأنه طبعا كانت حتموت، بس ما كان القتل بالقصد العمد، يعني إنه ما كنا متعمدين إنه نقتلها. قصتي فيها كتير تفاصيل، واللي صار بعدين كان كتير بشع ومؤلم بالنسبة لي، بس أنا أخذت درس كتير كبير. أنا عم بحكي قصتي للناس لحتى أقول إنه إياكي إنك أنت تمشي بطريق الغلط. طيب خلص، أنت مالك مرتاحة مع هالزلمة، انفصلي. مو إنه والله تجي فلانة ولا وحدة تانية تجي تلعب بعقلك وتقول لك إنه أنت حقك وتروحي مع غير زوجك. يا جماعة أنا ندمت ندم مو طبيعي، فظيع، لأنه هذا الشيء طبعا لا يجوز، لا شرعا ولا في ناس بالدنيا بتتقبله، ولا في دين ولا في أخلاق ولا حدا. بس أنا كيف عملت هيك ما بعرف، ورطتني وكنت أنا أتورط بقتلها. يعني الحمد لله رب العالمين يلي ما رديت عليه، وإنه قتلناها لهالمخلوقة وتورطنا بجريمة قتل. بنت عمي طبعا أنا وياها ما عادت علاقتنا مثل قبل، وأنا نفسي فعلا صحيت على حالي ورجعت لربي وتبت. طبعا اتطلقت، أكيد ما بقيت مع زوجي، بس كان درس كتير كبير لإلي. عم بحكي قصتي للناس لحتى أي وحدة تانية غيري إياكي تمشي ورا الغلط. خلص مالك مرتاحة، انفصلي، هذا أحسن حل، ولا تمشي بطريق الغلط. هاي كانت قصة مجهولة.